يسر إخوانكم في موقع ومنتدى الحور العين أن يقدموا لكم هذه المادة. بهذه المناسبة ذكرني الله تبارك وتعالى الآن بقناة الهدى. قناة الهدى تترنح ويخشى عليها السقوط، وأنا أقولها لله: لو سقطت قناة الهدى لأثم كل قادر مستطيع أن يساهم وأن يساعد القناة في النهوض وعدم السقوط ولم يفعل. قلت قبل ذلك إن قناة الهدى التي تبث باللغة الإنجليزية، قلت قناة الهدى رفعت الإثم عن الأمة. قناة الهدى رفعت الإثم عن الأمة، لأن الأمة مطالبة بالدعوة والبلاغ لأهل الأرض بلغات أهل الأرض. فإذا قامت قناة الهدى، وهي قناة وحيدة تقريبا في محيطنا الذي نعرفه، هناك قناة أخرى تبث في أمريكا، لكن أنا أتكلم عن القنوات المشهورة المعروفة لنا. قناة الهدى التي تبث باللغة الإنجليزية، وأحسب أن إخواننا القائمين عليها من أصحاب المنهج الصحيح، ولا أزكيهم على الله تبارك وتعالى، فهم يحرصون على أن يقدموا القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم في الغالب فيما أعلم، والله تعالى أعلم. فأقول هذه القناة تترنح الآن، بل ولا يجد العاملون بها رواتبهم منذ أشهر عديدة. وقد علمت بالفعل من أخي محمد صلاح أن بعض الموظفين قد تركوا العمل بالقناة واعتذروا له ولإخوانه ممن يديرون القناة، اعتذروا لأن لهم أسرا تريد الإنفاق وتريد الطعام وتريد الشراب. فأنا أتعجب، قناة الهدى تسقط في الأمة، أين أهل الفضل؟ أين أهل المال؟ والله تأثم الأمة إن سقطت قناة الهدى، تأثم الأمة إن سقطت هذه القنوات الطاهرة الفاضلة، قنوات القرآن وقنوات البلاغ وقنوات الدعوة. أين أهل الفضل؟ أين رجال الأعمال؟ أين رجال المال؟ هذه القنوات لا تحتاج إلا إلى فتات بالمقارنة إلى ما ينفق هنا وهناك وهنالك، لا تحتاج إلا إلى الفتات. لو قدم إليها أهل الفضل فتاتا من فتاتهم لقامت بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أتعجب، والله يكاد قلبي أن يحترق. فأنا أناشد الآن الأمة كلها وأقول والله لو سقطت قناة الهدى لأثمت الأمة، إلا من لا يقدر بالفعل على أن يساهم وأن يساعد، فهذا لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأثم كل قادر على أن يساعد وأن يساهم ولم يفعل. هذه دعوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها القبول وأن يجعل لها الأثر، وأن يقيم قناة الهدى، وأن يجعلها منارة للتوحيد والهدى، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يسددهم، وأن يدلنا وإياهم على الحق، وأن يرزقنا وإياهم الاتباع، وأن لا يحرمنا وإياهم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه.